الكروت البنكية. أنا مثلا معايا كارت مكتوب عليه ميزة، لقيت ناس تقول لي لا على فكرة كروت ميزة دي بتخصم فلوس أكتر، ده الحكومة مديها لنا علشان تعرف تاخد مننا فلوس أكتر. طب هو إيه اللي بيفرق الكروت البنكية اللي مكتوب عليها ميزة عن الكروت التانية اللي بيبقى مكتوب عليها فيزا أو اللي مكتوب عليها ماستر كارد؟ طب إزاي أختار نوع الكارت اللي أحسن لي؟ طب كروت المرتبات والفرق ايه عن الكروت العادية؟ هو ايه انواع الكروت وايه حكايتها؟ خليكم معانا الحلقة دي هنعرف كل ده واكتر. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل. اهلا بيكم مرة تانية. عشان نبدأ الموضوع خلينا نعرف الاول ايه هي انواع الكروت عشان اعرف اختار احسن واحد منهم. الكروت بتتقسم لثلاث أنواع رئيسية. أول نوع منهم بيسموه الكارت المسبق الدفع prepaid card. ده بقى يا سيدي كارت بتاخده من البنك، ما بيبقاش فيه أي رصيد خالص ومش متوصل بحسابك، ده كمان في بعض البنوك ممكن تديهولك وانت ما عندكش حساب أصلا في البنك ده. أمال أنا هستخدمه إزاي؟ حضرتك بتشحن الكارت ده بفلوس تعرف تستخدمها. يعني إيه؟ يعني ممكن تروح مثلا الفرع او عن طريق مكن الاي تي ام اللي هو الصراف الآلي، تحط ايداع في الكارت ده، تشحن الكارت بالبلدي. طيب بعد ما شحنت الكارت الفلوس دي اقدر استخدمها سواء ان انا اشتري بيها من اي محل انا عايزه من على الانترنت او اسحبها تاني كاش لو عايز. تاني نوع معانا اللي هو بيسموه كارت الخصم المباشر ديبت كارد. باين من اسمه خصم مباشر. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حساب في بنك، البنك ده انا المفروض بينزل لي عليه المرتب او في فوائد بتنزل لي، عندي فلوس في الحساب بتاعي في البنك بيديني كارت عن طريقه اقدر اسحب رصيد بتاعي اللي موجود في الحساب. يعني لو عندي مثلا رصيدي 3000 اقدر اسحب لحد 3000، عندي 10000 اقدر اسحب لحد 10000، سواء اسحبهم كاش او سواء اشتري بيه من محلات او ممكن اشتري بيه من على الانترنت. كمان الكارت ده ممكن يتوصل باكتر من حساب. يعني لو انا عندي في البنك حساب جاري بالمصري مثلا وحساب توفير، ممكن اوصل الكارت بالحسابين دول. تالت نوع معانا بقى اللي هو كارت الائتمان كريدت كارد، وده باين من اسمه بقى ائتمان. يعني ايه؟ يعني البنك بيأتمنك على مبلغ. يعني بدل ما كنت في كارت الخصم المباشر بتسحب من رصيدك اللي في البنك، لا، البنك بيدي لك مبلغ زي سلفة. يعني تقدر تقول ان النوع ده من الكروت ان هو قرض، البنك بيدي لك قرض، وبدل ما بتسحب من رصيدك اللي في البنك لا بتسحب من حدك الائتماني. يعني اي مبالغ انت خدتها من الكارت ده سواء اشتريت بيها حاجة او سواء سحبتها كاش، انت هترجعها بفوائد وليها بعض الاشتراطات كده ممكن نبقى نتكلم عليها في حلقة تانية. طب انت لحد دلوقتي ما قلتلناش فيزا احسن ولا ميزة ولا ماستر كارد، وايه الفرق ما بينهم وازاي اختار ما بينهم الاحسن ليا؟ عشان نفهم الموضوع ده تعالى نعرف المثل ده. بافتراض ان انا عندي حساب في البنك الاهلي المصري والبنك مديني كارت اسحب بيه الفوائد بتاعتي او الرصيد بتاعي اللي في الحساب. بعد كده انا اخدت الكارت ده ورحت اشتري حاجات انا عايزها من سوبر ماركت مثلا، وبدأت اشتري اللي انا عايزه وانا بحاسب لقيت الراجل بتاع المحل مطلع لي مكنة بتاعة POS اللي هي نقاط البيع زي اللي انتوا شايفينها دي كده، والمكنة دي مكتوب عليها البنك الاهلي المصري. يعني اللي مطلع المكنة دي البنك الاهلي المصري. فعلشان ادفع هدخل الكارت بتاعي في المكنة وهكتب الرقم السري بتاعي. هنا البنك الاهلي المصري عارف رقم حسابي لان هو صاحب المكنة دي وانا معايا الكارت بتاع البنك الاهلي المصري، فهيعرف انا رصيدي عندي كام، المعاملة بتاعتي وليكن كانت ب 500 جنيه، رصيدي يسمح ان انا يتخصم مني ال 500 جنيه ولا لا، والرقم السري اللي انا دخلته ده صح ولا غلط. لو كل الكلام ده صح هتتم المعاملة واشتري اللي انا عايزه. بعدها انا رحت وليكن لسوبر ماركت تاني او محل بتاع ادوات منزلية، رحت اشتري مثلا تلفزيون، ولما جيت احاسب على التلفزيون وليكن كان ب 3000 جنيه، لقيت الراجل بتاع المحل راح مطلع لي مكنة تانية
بس تبع بنك السي اي بي، ده مثل افتراضي طبعا. هنا بقى بنك السي اي بي ده بنك تاني مختلف عن البنك اللي مطلع لي الكارت. يا ترى بنك السي اي بي هيعرف انا حسابي في البنك الاهلي في المبلغ ال 3000 جنيه بتاع المعامله ولا لا؟ كمان هيعرف الرقم السري بتاع الكارت اللي انا دخلته صح ولا غلط؟ وبافتراض كمان ان انا رحت واخد الكارت بتاع البنك الاهلي ده وسافرت بيه بره مصر وليكن لامريكا، وانا في امريكا رحت اشتري شويه حاجات من محل هناك، والراجل بقى بتاع المحل مش هيطلع لي مكنه من البنك الاهلي ولا السي اي بي، طلع لي مثلا مكنه طالعه من بنك اوف امريكا. طب هنا بقى بنك اوف امريكا اللي في بلد تانية خالص هيعرف منين ان انا حسابي اللي في البنك الاهلي في مصر هنا في المبلغ بتاع المعامله اللي انا عايز اشتريها في امريكا؟ مش لازم في شبكه او سيستم او شيء يوصل البنوك سواء البنك الاهلي والسي اي بي جوه مصر او البنك الاهلي او اي بنك جوه مصر باي بنك تاني في العالم؟ هنا بقى الدور بتاع فيزا وماستر كارد. هقول لك ان دولت شبكه دوليه، يعني الشبكه دي بتجمع ما بين بنوك على مستوى العالم سواء محليا او سواء عالميا، وده طبعا نظير عمولات بياخدوها الشركات الدوليه دي، وعادة أغلب العمولة دي اللي بيتحملها هو التاجر. يعني في الحالة اللي احنا قلناها مثلا المحل بتاع السوبر ماركت هتوصل له الفلوس ناقصة، يعني لو أنا اشتريت من عنده حاجة ب 100 جنيه هيخش له حسابه 99 جنيه مثلا أو 98، وحتى الراجل اللي في أمريكا هتخش له فلوسه ناقصة. أمال إيه ميزة دي بقى؟ ميزة دي يا سيدي هي أول شبكة وطنية 100%. يعني إيه؟ يعني احنا في مصر عايزين نزود المدفوعات الالكترونية، عايزين الناس تبطل تشتري بالكاش وتشتغل اكتر بالمدفوعات الالكترونية، وزي ما قلنا ان كل معاملة بتتم بيبقى ليها مصاريف، فده بيخلي كتير من التجار مش بيحب يشتغل الكتروني، يقولك يا عم انا فلوسي عايزها كلها تخش لي كاملة، انا مش عايز اي خصومات. هنا بقى الدولة قالت انا عايز اوفر وسائل قبول الدفع، عايز اخلي تجار كتير قوي يقبلوا، فلازم نقلل المصاريف، فابتدت تعمل شبكة وطنية عملتها في 2019. الشبكة دي بتربط ما بين كل البنوك اللي موجودة جوه مصر، وكمان العمولات بتاعة الشبكات اللي كانت بتاخدها فيزا وماستر كارد دي كانت بتاخدها بالعملة الصعبة. بدل الكلام ده لا، الشبكة بتاعتنا هتاخد بالجنيه المصري، وطبعا نعرف نتحكم فيها كدولة ونعمل حملات دعائية علشان كل التجار تيجي تشترك وتستفيد بالخدمات دي زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده. يصير جاري كده وسنجاري كده ومرجاني كده. لا مؤاخذة يا استاذ ما عنديش مكنة. يا مرجان انت لسه بتكيش؟ مش تخليك فريش؟ ملناش في المجمد وكله بتاع النهارده. طب وليه بقى دماغك مش بتاعت النهارده؟ يا استاذ عمرو امبارح زي النهارده. امبارح كانت نقديه، النهارده كله داخل على الالكترونيه. الالكترونيه؟ ما بشتريش سمك في ميه. دي بالذات بقى مضمونه 100%. طب وايه الاستفاده؟ البحر يحب الزياده. طب ما انا شغال ومبسوط. بالمكن والكروت شغلك يكبر وتبقى حوت. طب والمصاريف؟ مخليه. والاجراءات؟ ديليفري. يعني بالالكترونيه هندخل على الجامبو؟ ويمكن كمان تاخد المحل اللي جنبه وتفتحهم على بعض. اعمل لي بقى نص فرخه عشان امشي. نص فرخه مشويه. لكل تجار مصر المرحلة الجاية إلكترونية. دلوقتي تقدر تركب ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR كود بأسهل وأسرع الإجراءات من غير مصاريف ولا عمولات، وكمان الرول والصيانة مجانا، وتضمن فلوسك في حسابك، يعني أسرع أسهل أأمن. خد أكشن تعيش أحسن. باي باي نقدية، ده زمن الإلكترونية. الآن بإجراءات سهلة ومجانا لفترة محدودة. يمكنك الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR كود من خلال إحدى البنوك الآتية. ده غير كمان ان هي شبكة وطنية، يعني بتحافظ على الامن القومي المصري. هتقول لي يا عم الكلام الكبير ده، هقول لك ان مدفوعات الدولة والمدفوعات اللي هي ما بين الشركات المصرية والناس والشعب بيدفع كل حاجة، مش لازم الحاجات دي المعلومات دي تطلع بره مصر، ما نخليها جوه مصر احسن. طب انا بقى كعميل يفرق معايا في ايه؟ هقول لك يعني تقريبا مش هيفرق معاك حاجة غير ان كارت ميزة ده مش هتعرف تستخدمه غير جوه مصر. يعني اللي معاه كارت ميزة ممكن مثلا يروح يشتري بيه من اي محلات جوه مصر
او يسحب بيه من مكن الصراف الآلي اللي جوه مصر. لكن لو سافر بيه بره مصر وحب يستخدمه، لا، دي مش شبكة دولية، دي شبكة محلية مقتصرة على البنوك المصرية بس. اما بقى حكاية المصاريف، احب افهمك حاجة، ان الكارت بتاعك طالع من بنك مصري، يعني اللي بيخصم المصاريف دي مش الشبكة، لا، ده البنك بتاعك. يعني هتلاقي مثلا مصاريف دورية بتاعة كارت الائتمان بتاعك وليكن 200 جنيه في السنة. المصاريف دي اللي بيخصمها منك البنك بتاعك، مش شبكة ميزة او فيزا او ماستر كارد. زي ما قلنا قبل كده، عمولات الشركات دي بتتاخد من التاجر مش من العميل. اخر سؤال هنجاوب عليه، انا الكارت بتاعي مرتبات ولا كارت عادي ولا ايه؟ هقولك كروت المرتبات دايما بتبقى يا اما كارت مسبق الدفع يا اما كارت خصم مباشر. يعني الشركة اللي حضرتك بتقبض منها بتحط لك المرتب بتاعك في حسابك في البنك، يبقى خصم مباشر. او الشركة اللي حضرتك شغال فيها متعاقدة مع بنك ان هو يطلع لك كروت مسبقة الدفع، والشركة عن طريق البنك بتحول لك المرتب بتاعك عليه. يعني في الحالة دي حضرتك ما عندكش حساب في البنك، وكروت المرتبات زيها زي اي كروت عادية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. فلو عجبك الفيديو اشترك في القناة، فعل خاصية الجرس، لايك وشير عشان كل الناس تستفيد. إيهاب يعقوب، بانكينج شانل.